واحد المفاجأة، أن أمريكا من 1960 حتى 1984 وهي كتحاول ما أمكن تعمل هذا المحرك هذا وما قدرتش، وجا مغربي وعدلو، وباقي لحد الساعة راه كاين محاولات وما قدروش. ونعطيكم واحد النظرة صغيرة على المحرك هذا اللي كيتكون. واستطاع عبد الله شقرون اختراع محرك سنة 2005 من القوة والسرعة والاقتصاد. المحرك الدوار المدور المربع تصل قوته إلى 250 حصانا، يستهلك لترين ونصف اللتر من البنزين في 100 كيلومتر، وقد يستعمل في الطائرات العمودية والبواخر والسيارات بتغيير بعض القواعد الميكانيكية. عبد الله شقرون العربي والمسلم الوحيد المصنف ضمن 30 الأوائل في قائمة المصممين والمخترعين الدوليين، في رصيده 37 اختراعا لم تغري عروض بعض الدول الأوروبية في التخلي عن الجنسية المغربية، فهو يعد من أكبر المنافسين لصناع المحركات في العالم. البرنامج ديال قصة الناس اللي صرحتي فيه أن فرنسا عطاوك الجنسية وعطاوك باسبور فرنسي وعطاوك 430 مليار سنتيم باش تمشي تختار عندهم ورفضتي. 430 مليار سنتيم عطاوك بالضبط. كنتمنوا هذه السنه هذه يكونوا بعض الالتفاتات البسيطه من عند المسؤولين عندنا في بلادنا ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله، باش ما نضطروش اننا نكملوا المسيره ديال الهجره ديال الادمغه. اذا كانت لا حياه لمن تنادي فسنذهب لمن عندهم حياه وينادون. 2005 تصنفت المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا في المنظمة الدولية للملكية الفكرية في جنيف. من بعد 2005 2006 كانوا هناك عروض من مؤسسة الخوارزمي أو أكاديمية الخوارزمي الدولية للمهندسين في طهران. ديك الساعاتك عاود كان العرض من أوروبا، عطاوني 308 مليون الأورو باش نبيع لهم هذا المحرك هذا، وباقي لحد الساعه العرض قائم، وباقي الاسم ديالي مصنف من ضمن الطموحات المستقبليه. 308 مليون اورو يعني اكثر من 450 مليار سنتيم، بشرط انني نطلع من كازا لباري بالباسبور الفرنساوي. انا ما بغيتش، لانني اول ما تم العرض عليا فكرت حاجه واحده، ان هذا الموتور هذا اول كيخدم من الطائرات العموديه الهليكوبتر نوع صغير ومتوسط، واول استخدام عندهم غادي يكون في المجال العسكري. اذا مشاو قتلوا باخواتي المسلمين، شكون غادي يتحمل المسؤوليه غدا قدام الله سبحانه وتعالى؟ فخاصنا نعرفوا هنايا على ان الاختراع هو عباره عن استثمار من الوقت والمجهود والمال، ولكن التفكير ديالنا ما خاصوش يكون هنايا، خاصو يكون بعيد، لأن المال ملحوق وكل شيء ملحوق، ولكن كاين بعض الأشياء اللي ما كتقدرش بالمال. ولكني وجدت صعوبات كبيرة جدا على الصعيد الوطني من حيث التسويق، من حيث التمويل، لأننا كما نعرف جميعا أن الاختراع هو عبارة عن استثمار الوقت والمجهود والمال. ولكن لم أيأس في هذا فقط، بل استمرت رسالتي في الحياة، بحيث اخترعت الاختراع الثاني، ألا وهو طريقة أوتوماتيكية أو تقنية جديدة لتنظيف واجهات العمارات الزجاجية. لقد صنفت ولله الحمد سنة 2012 المغرب الوحيد والعربي الوحيد والمسلم الوحيد في لائحة المصممين الدوليين الذين يفكرون في تكنولوجيات 2025. طموحي وما أريد تحقيقه داخل وطن المغرب وداخل أمة العربية جمعاء أن أكون فقط خطوة إلى الأمام لمواصلة ومواكبة ما بدأه أجدادنا من العلماء من أمثال عباس بن فرناس والفارابي والزهراوي وغيرهم. وعلى كل من أراد
التقدم والارتقاء فإن عليه بالتقييم والانتقاء بعد كل تعلم وارتواء. أنا عندي التاريخ، عباس بن فرناس هو اللي جا من الأندلس، وابن الهيثم والخوارزمي ومريم الأسطلابي من سوريا، وزيد فترة امتدت تقريبا 1000 سنة أو يزيد. لا، هي علميا كتسمى المراهقة، ولكن أنا كنسميها المهارقة، لأننا وخاصة في هذا الوقت هذا التلاميذ فيها كيتهرقوا على بعضياتهم وكينساو الدراسة. مثلا أنا كنت في القسم ديالي كنت هو الشاعر ديال القسم، اللي باغي يتصاحب مع شي بنت، اللي باغي شيء من هذا القبيل، أنه يجي عندي نكتب له فيها شعر. ولكن الغريب ما في الأمر أنه كانوا صحابي كيقولوا لي أنت علاش ما كتصاحبش، علاش ما كديرش؟ قلت لهم أنا ما خاصنيش نضحك على بنات الناس كيف ما خاصنيش شي واحد يضحك على اخواتي البنات. هذا كان المبدأ ديالي. ودقات قلب المرء قائلة له إن عمرك دقائق وثوان، فابني لنفسك بعد موتك ذكراها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فعرفت أن حياتنا تمضي وتأخذ منسكا، نمضي كحلم وتمضي الحياة، فيا رب نمضي بدرب النجاة، سيسدل يوما علينا الستار، بمسرح دنيا قضي الاختبار. بالأمس كنا رفقة واليوم أصبح في الكفن، يا رب فاجعل داره فردوسكم فهي الوطن، رحمك يا رب. غادي نقول لكم أنا باغيكم نتوما تكونوا أحسن مني، وغادي نذكركم وغادي نقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا فيه الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. وغادي نقول لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على صفحة